السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا بخير، مهنيين بصحة جيدة. نقول لكم جمعة مباركة على الجميع، ربي يسعدكم يفرحكم ويحقق لكم كل ما تتمنوه أحسن 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 إن شاء الله بفضل الله. الفيديو تاع اليوم خاص بصديقة اللي تعرفت معها هكذا بالصدفة، وقعدت العلاقة الحمد لله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. كانت صدفة، ودائما نتبعها على القناة ديالها لأنها عندها قناة خاصة بالطبخ والحلويات، واسمها حلويات فاطمة زهراء أهموش. قلت إنها صديقة جمعتني بإنسانة أكن لها كل المحبة والتقدير بغير ميعاد أو مقدمات. وكما نعرفوا الصديقة هي الأخت التي تجدها أمامك كل أوقات حزنا وفرحا، وهي الوحيدة التي تستطيع رسم الابتسامة. فرحتيني كتير بهديك الفيديو. نقول لك الله يفرحك ويسعد ياماتك إن شاء الله. وكما نعرف الصديقة هي مهمة في حياتنا، لأنها قلت هي مصباح وهاج ينير طريق أمام السائرين. ليست الصداقة البقاء مع صديقة وقتا طويل أو أطول، الصداقة هي أن تبقى على العهد حتى وإن طالت المسافات أو قصرت. الأخت فاطمة الزهراء أهموش من المغرب شقيقة، من مدينة مراكش، ونسلم على كل ناس مراكش، وإن شاء الله نزوركم إلى كتب المكتوب. فرحتيني كتير والله، قد نسيت كل الآلام عندما شفت الفيديو. وانتم ما كنتوا عارفين أنه وليد خالتي توفى، ربي يرحمه ويغفر له ويغفر لجميع موتانا إن شاء الله. لما شفت الفيديو حسيت بفرحة وكان ضيق في صدري، ولكن والله فرحتيني وما لقيتش أي شيء نقول لك ولا نعبر عليه غير هذا الكلام، وما هوش راهو قليل في حقك. نشكرك كثير على الاهتمام. أحبك في الله صديقتي الصدوقة، جعلتيني أبتسم في ضيقي. بارك الله فيك ونعم التربية. قلت مهما قلت عن الحب ولا لن أفصح عن قطرة حب من بحر حبك ولا حبي لك. هذه الصداقة. ونشكر كتير والديك اللي رباوك تربية ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ربي يفرحهم ويسعدهم، وإن شاء الله يشوف ولادك وولاد ولادك إن شاء الله. وإن شاء الله ربي يرزقك بالزوج الصالح، واليوم جمعة، ومن جميع اللي راهي تشوف هذا الفيديو وربي مازال ما سهل لهاش طريقها، نقول لها ربي يرزقك بالزوج الصالح اللي يعرف قيمتك ويساعدك ويفرحك إن شاء الله. والله كلامي ما عرفت وش نعبر. شكرا كتير لأن الصداقة حاجة مهمة قلت في الحياة، اللي تفرحنا وتسعدنا. والله كنت هاد اليامات تعرفوا كلكم الحزن يأثر على الإنسان، ولكن الإنسان يمكن ضعف ولا فرحة من عند الله، لأنه ربي نزل رحمته. والله كانت الأخت فاطمة زهراء أهموش هي سبب يمكن اللي خلاني نعاود نحس بفرحة هكذايا. نقول لك ربي يساعدك، ربي يفرحك، ربي يسهل لك أمورك. وإن شاء الله تبعوها في القناة تاعها، وإن شاء الله تفرحوها هي تاني. هذا طالب مني، إن شاء الله تاخذوه بعين الاعتبار. نقول لكم فرحتني كتير، ساعدتني. قلت أنه كان ضيق في صدري هكذا، أنا بكل صراحة الموت كي نسمع هكا الموت تأثر فيا، مانيش عارفة علاه. لا إله إلا الله محمد رسول الله. نقول لك فاطمة الزهراء، ونقول للجميع اللي راهم يتبعوا فينا من المغرب، من تونس، من ليبيا، من إيطاليا، من تونس، كل العرب نقول لكم بارك الله فيكم، ربي يسعدكم ويفرحكم وربي يسهلكم الأمور إن شاء الله. فيديو مقبل بإذن الله. باي باي.